لماذا يكره الشعب المصري كله التجنيد؟ الشعب كله رافض يدخل الجيش، الشعب يكره الجيش. ما انتش مصدق؟ اذا كان الشؤون المعنوية للعسكر نفسها طلعت افلام قالت فيها ايوه الشعب بيكرهنا، افلام مثل اسماعيل ياسين في الجيش، انا اعمل عسكري، مستحيل مستحيل، عبود على الحدود، مش كفايه انت السبب في دخول الجيش؟ حرام عليك حرام عليك، فيلم البريد. حتى العسكر لما اختاروا وزير خارجيه اختاروه هربان من الجيش، بل ان العسكر اللي قاعدين لك رافعين لك صوره جمال عبد الناصر ويقول لك جمال عبد الناصر ده ابو العسكريه، ابن جمال عبد الناصر نفسه هربان من الجيش. لكن ممكن حد يقول لك لا ده احنا بنحب الجيش. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الخطيب نائب رئيس تحرير جريدة الوطن تربى في البيت الجندية العسكرية في الجيش المصري. اهو الواد ده بقى هربان من الجيش، انا اعرفه. حتى انت امك لما بتاخد تأجيل من الجيش بتقعد تزغرط، ولما تعرف ان انت دخلت الجيش يعني بتبقى زعلانه وبتقعد توالو. هي الجهادية بتاخد الحيرة يا حضرة العمدة؟ يعني هو الشعب بيفاخر ويتباهى الى هذه الدرجة انه كاره الجيش. ايوه كنت ماشي في يوم بقول انا اللي جابني انا هنا من صناعة اشكال زبالة وناس بتحرق دمنا، قلت ادعي ربنا اني امشي من هنا. اصحى يا عم حل عني، طلعت عين امي سنة وانت حاكمتني، كفايه بقى كده سيبني، انا خلاص ما بقتش جندي، انا خلاص ما بقتش جندي. 3 سنين هيعدوا ازاي احلامنا خلاص بتضيع، 3 سنين لا باذن نشوف شغلنا ولا حتى نصيع، 3 سنين هيعدوا ازاي ده اكيد فوق احتمالنا. كنت في الكيلو 4.5 مركز تدريب المدفعية، ان مفيش حد دخل الجيش المصري الا وكتب على الجدران، في الحيطان، في المبيتات، في الكافيتيريا، في الكانتين، الذكرى الهباب والزحف على التراب وايام العذاب ومش عارف ايه. اتحدى واحد النهارده يطلع يقول انا ما كتبتش دي في الجيش، اتحدى كله يكتب كده، ذكرى الهباب والزحف على التراب وايام العذاب، المجند فلان الفلاني، الكتيبه رقم كذا ومش عارف كذا وكذا وكذا. رغم ان هو نفس الشعب الذي يحمل السلاح ليدافع عن مصر عندما تعرض للعدوان، لما اسرائيل تدخل السويس 1973، لما الانجليز يخشوا بورسعيد 1956، الشعب بيهب ويدافع عن بلده. طب ما السر اذن ان الشعب بيكره الجيش؟ ببساطة شديدة جدا الشعب بيرى ان المجندين عبيد، خدام للحاكم. بقى الشخص بيتجند علشان يشتغل كعبد اجباري، بيستعبد شباب لخدمة طغاة العالم والجبابرة. مجموعة من الطغاة والجبابرة قاعدين في مكاتبهم علشان يستعبدوا الناس الغلابة. احنا فداك كل ده، والله احنا فداك وابني فداك وانا فداك وكل الدنيا فداك، احنا كلنا عاوزين نشدك على دماغنا. انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ اسمع كلام الباشا. تعرفه؟ زميلي وصاحبي يا فندم. اضربوا كف على وشه. هل توجد أدلة على أن ضباط العسكر يعتبرون المجندين عبيدا عندهم؟ أيوة، سجلات الجيش نفسه، السجلات دي موجودة في دار الوثائق القومية. طب وإيه الشعب مش عارف؟ إن الأمن ماسك إيده على دار الوثائق لأنه خايف إن الشعب يطلع على مصادر تاريخه. يقول لك الجندية شرف، لا شرف ولا خدمة وطنية ولا يحزنون. الشعب بيقول لك ده احنا مودين عيالنا عبيد عند الضباط، حتى المجندين أنفسهم بيقولوا لك احنا لسنا في خدمة الوطن، إنما احنا في خدمة البيه الضابط والبيه الباشا. انت هنا في خدمة الوطن؟ أنا مش في خدمة الوطن، أنا في خدمة الباشا سيادة الليوي، وحرم الباشا سيادة الليوي، والعيال الباشوات ولاد سيادة الليوي. عندك حق يا هلال. إذا كان ضباط العسكر أنفسهم بيقولوا أيوة المجندين عبيد عندنا، مؤسس التنظيم العسكري في مصر محمد علي باشا. من بنى الجيش الحديث في مصر؟ هنبتدي من محمد علي.
لما أراد يعمل قوة عسكرية تعمل لحسابه ولمصالحه الشخصية، ماذا فعل؟ أرسل قواته لجلب العبيد من السودان كي يجندهم. لما بنفكر في الجيش ان هو كان الاول كانوا بيفكروا يجندوا السودانيين، كانوا بيفكروا ان هم يصطادوا عبيد ويجندوهم. لما فشل الموضوع والسودانيين ماتوا، ماذا يفعل محمد علي؟ قال لك احول الشعب المصري الى عبيد، وبالفعل ارسل لمدير مديرية جرج سوهاج حاليا وقال له انا عاوز 4000 شاب، 4000 عبد، اعمل فيهم ايه؟ اجندهم مكان العبيد السودانيين. كتب إلى أحمد باشا طاهر مدير مديرية جرجة: أصبح من الضروري جمع عدد من الجنود من الصعيد، ولذلك وجدنا أنه من المناسب أن تجند حوالي 4000 رجل من هذه المديريات. ممكن حد تقول لا 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 لا، محمد علي لم يخطر في باله ان هو يقول ان دول عبيد. هو حضرتك ما هو العبد؟ او كيف كان يجلب الاوروبيون العبيد من افريقيا؟ باختصار شديد جدا، كانوا بيروحوا بالسلاح على القبائل، يخطفوا اولادهم وشبابهم تحديد السلاح ويربطوهم بالاحبال من ايديهم في ايدين بعض ويسحبوهم زي البهائم. هو نفس ما فعله محمد علي مع الشباب المصري. ابتدى فعلا الناس كانوا بيجلبوا زي العبيد من قراهم ويتربطوا بحبال حوالين اعناقهم ويساقوا لمعسكرات التجنيد. ممكن ضابط فزلوك يقاوح ويقول لك برضه محمد علي ما قالش ان المجندين عبيد. لا حضرتك، ابنه ابراهيم باشا قائد العسكر قال عليهم وش في مخاطبه رسميه المجندين عبيد، وابراهيم ارسل لابوه خطاب رسمي موجود في دار الوثائق القوميه حاليا، والترجمه بتاعته موجوده في كتاب كل رجال الباشا الدكتور خالد فهمي. كتب لابوه، كتب ابراهيم لابيه يقول: هناك مخاطر كبيره من تجنيد ابناء الشام، إذ أنهم ليسوا مثل عموم عبيدنا في مصر. هو أحمد عرابي لما خدوا الضباط والعساكر وذهبوا للخديوي توفيق، ماذا قال لهم الخديوي؟ ما أنتم إلا عبيد إحساناتنا. وهل المجندين يعلمون أنهم عبيد؟ أيوة طبعا عارفين. المجندين نفسهم بيقول لك أيوة إحنا عبيد. هو أنت لو تكون ماشي في طريق وتلاقي كمين جيش تيجي تقول للمجند ممكن اعدي يا دفعه؟ يقول لك ايه؟ يقول لك انا عبد، انا عبد المأمور. حتى قط العسكر حاليا بيقولوا على العساكر، بيقول لك ده عسكري سيكا وده عسكري مراسله. وانا في الجيش تلاحظ ليا يعني ايه عسكري مراسله؟ بيستف للباشا السرير، يمسح للباشا الجزمه، يقضي للباشا الطلبات. لما الضابط بقى يبقى كبير شويه ورتبه كبيره شويه، يبقى في كام واحد عسكري مراسله عند الهانم. الضباط بيعملوا ايه في العساكر؟ اللواءات بيعملوا ايه في العساكر؟ بيشغلوهم في الخدمات الخاصه. ايه اللي انت عملته في النادي مع الولاد ليله امبارح يا حيوان؟ والله العظيم ما حصل مني اي حاجه غلط يا سعاده الباشا. زعلت البيه الصغير منك ليه يا ولد؟ ها؟ انا بعتك النادي معاه عشان تخلي بالك منه ولا عشان ترجعه البيت زعلان؟ يا سعاده الباشا انا ما زعلتوش، انا كنت واخد بالي منه وعيني كانت عليه ما رمشيتش. اللي خبير الاستراتيجي صديقي العزيز جدا سامح سيف اليزا كان ضابط بدرجه ملازم او ملازم اول، فكان في حرس الرئيس عبد الناصر، فدخل قالوا له خش الاوضه، عبد الناصر قال له شغل السينما، كان غاوي سينما ويقعد لوحده كده قدام السينما، فشغل السينما، قال له بطل السينما، بطل السينما قدامك، قال له اطلب العشاء. عسكري تاني يوصل بنات اللواء. يا باشا انا عايز اتعرف على اسمك الاول يا اخي، اتفضل. هاني صابر كامل. انت مجند في قوات الشرطه؟ اه يا باشا. انت كان مين معاك في العربيه؟ ما بلاش الكلام ده يا باشا. انت اللي كنت بتسوق العربيه المحروقه دي؟ اه كنت سايق انا بقى. كنت يبكي ويعني كنت اتحدث يعني جاء الي وقال لي انا عايز اكلم اي حد وعايز اوصل لاي حد، لان كان معايا ابنتي اللواء، ويعني اكد لي هذا العسكري انه لواء طبيب بمستشفى الشرطه اسمه عصام نور الدين وافي. مش راكب عربيه حكومه؟ طب يبقى ابن مين ده؟ ابن اللواء. بص تعالى معايا. لا واجي لك على الاسم ليه؟
انا شفتك لما صورت. ما انا عايز اعرف يعني هو الموضوع ده مش هينتهي؟ ينتهي ولا مفيش؟ انا ماليش دعوه. يعني ايه يعني؟ ها؟ يعني ايه؟ انا ماليش دعوه. يعني انا عسكري ماليش دعوه. ايوه قول لي ابني، قول لي اسم الباشا ايه؟ انا ده اللي انا عايزه. ها مش عارفه؟ عسكري يكوي الفانيلات والملابس الداخليه للضابط، ده بل في ضباط بيخلوا العساكر ياكلهم الشرابات، ده بقى اكتر من كده في لواءات بيخلوا العساكر يلمعوا لهم الجزم. ما انا شايف انها فوطه، هعمل بيها ايه يعني؟ تمسح بيها جزمة سعادة الباشا. وفي مجندين بيبنوا بيوت للواءات سخرة. اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق قام جنود وضباط الشرطة قام عمل سور في الفيلا بتاعته، وعمل بعض الإنشاءات قدرت تبع لجنة وزارة الداخلية ووزارة العدل ب1,200,000 جنيه. بل ان قضاء العسكر نفسه قال لك ايوه المجندين دول عبيد، وابسط دليل على كده قضيه وزير الداخليه حبيب العدلي، كان محول المجندين عبيد يبنوا له الفيلات ويشوفوا بيته ويشوفوا ابنه. الجلسه الثانيه من محاكمه وزير الداخليه الاسبق حبيب العدلي ومساعده ومدير مكتبه في قضيه سخره المجندين. لكن هل الشعب المصري وافق ان يكون عبيدا للعسكر؟ لا. قامة الجيش حديث كانت حرب أهلية بين محمد علي وما بين الشعب المصري. الآخر يعني هي كانت حرب أهلية. قامة الجيش حديث كانت حرب أهلية بين محمد علي وما بين الشعب المصري.